أيضا من أساليب التنشئة الاجتماعية الخاطئة سنتحدث عنها، ألا وهو التدليل والعاطفة الزائدة. فكثير من الآباء يخشى على أبنائه، وتذكر قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما أخبرنا أن أولادنا فتنة فلا يفتنوك. حاول ألا تنقاد بعاطفتك للطفل، وأن تتعامل معهم بعقلك وليس بالعاطفة الشياكة أو العاطفة الشديدة. لا، هذا ليس من الإسلام، نبهنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نجد كثير من الآباء يتدخل في كل كبيرة وصغيرة للطفل، حتى أنه يرسم له مستقبله والمدرسة التي يدخلها والكلية التي يريد أن يتعلمها. وهذا الطفل أو هذا الشاب أو هذا الابن ليس له رغبة في ذلك، والنتيجة هو الفشل، والفشل يؤدي إلى الإحباط وضياع المستقبل. لا، دعوا يختاروا ما يشاء، دعوا يختاروا ما يحب حتى يتفوق.